أطول رحلة قطر عندنا هنا في مصر من اسكندرية لأسوان بحوالي 14 ساعة. كنت بحس إنها طويلة جدا، بس المرة دي أنا هسافر 36 ساعة هنا في روسيا. مية سخنة عشان عايز تعمل شاي ولا قهوة ولا شاي، تنزل مية مغلية. كوباية شاي إنما إيه ما تتشربش. ودي بتاعة كده صغيرة عاملة زي يعني مسكرة أوي كده يعني حلوة لما تتاكل مع الشاي أو مع القهوة، كويسة يعني. طعمه جديد، انا ما مدوقتش زيه قبل كده يعني. طعمه زي بسكوت كده بالعسل. شاورما اتفضلوا معانا. بنريح بقى كده. اللي هناك ده بيشيك على العجل اللي هناك، عجلة بيخبط عليهم كده ويتأكد ان هما يعني ايه سلام ولا لا. الساعة 9 دلوقتي، صباح الفل. افطر بعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. الدنيا بتمطر يا شباب. دلوقتي وقفنا في مدينة اسمها برناو، وهيقف تقريبا حوالي ساعة ونص. هنتمشى بقى هنا شوية، الدنيا عمالة تمطر، المطرة متوقف. نشوف بقى ايه. انا بحاول اصور في البلد اللي احنا وقفنا فيها دي، بس طبعا المطرة زي ما انتم شايفين غرقاني، غرقت الدنيا، مش عارف اصور براحتي يعني. البتاعة دي طعمها حلو، بس هي طبعا موجودة عندنا في مصر يعني. الحلوى التشيكية.
راجع المحطة بقى عشان ايه اقف على القطر قبل ما يمشي. ده خنزير وده فراخ. شيش طاووق خنزير. حط يا عم خنزير يا عم. طعمه جامد جدا، مش زي عندنا، مختلف يعني. ده بقى على التواليت اللي هو عامل زي تواليت الطيارات، خفاض هوا، بس حنفية رخمة أوي، لازم تدوس هنا عشان تنزل لك ميه طريقتها مستفزه بس نضيف يعني. المناديل والكلام مظبطين الحكايه. احلى حاجه هنا ان هم حاطين مشترك للفيشه، اهم حاجه نتاكد ان الفيشه شغاله. دي كانت حاجه جامده جدا الصراحه. القطر كله بيتفرد بالحاجات دي بتتفرد وبتبقى سرير زي ده كده. القطر كله بيتفرد مفيهوش كراسي تماما يعني. الساعة دلوقتي 10، بس أنا المفروض أوصل بكرة على الساعة 5 كده، فأنا هحاول أنام كده دلوقتي عشان ألحق أنام كويس 6-7 ساعات كده قبل ما أوصل. طبعا إحساس إنك تبقى قاعد في قطر 36 ساعة، أنت بتنزل 10 دقايق مثلا كل كام ساعة كده وبتاع، بس 36 ساعة دي يعني شيء ممل الصراحة، خصوصا إنك تبقى فوق كده فبتبقى ضيقة أوي وبتحس إنك متكتف كده وبتاع. بس طبعا في ناس بتركب وناس بتنزل وناس بتتغير عليك وبتاع زي أي قطر يعني. امبارح في واحد جه راكب جنبي هنا، دخل هنا كده علينا القطر، لقيته جسمه كله تاتو، لابس كاب كده ووشه مليان حفر، يعني مقفلة مش عارف يفتحها من كتر ما هو سكران، شكله كان سكران خالص يعني. راح جاي راح رافع السرير وراح معاه في ايده ايه، حوض مطبخ. متعرفش مثلا هو راح اشترى الحوض ده من بلد تانية مخصوص، وبلده مثلا ما بيبقاش فيها حوض مطابخ، متفهمش ايه القصة. المهم لقيت لك واحد شخص روسي هنا قال لي بص، الشخص اللي على ايده تاتوهات كتير ده غالبا خارج من السجن، فخد بالك منه. الساعة 3-4 الفجر كده الراجل ده راح رافع السرير واخد الحوض واخد شنطة المدرسة بتاعته ومشي كده قدام واختفى من القطر. فانا قلت تلاقيه مثلا راح الحمام ولا حاجة، فقمت بعدها مثلا بشوية مثلا بربع ساعة كده، قمت دخلت الحمام ما لقيتوش، اختفى حرفيا من القطر. والقطر كان ماشي بسرعة، معرفش بقى راح فين الصراحة. الحوض المطبخ اللي كان معايا الصراحة. وصلنا مكان يا جماعة، وصلت بقى خلاص. هي هنا كده
ده محطة أباكان.